هنعمل مع بعض بقى النهاردة القرص الفلاحي الطرية، وازاي تطلع معانا مظبوطة وطعمها حلو قوي. لونها ابيض من جوه، هشة مش مكتومة، وتفضل طرية لغاية اخر واحدة بناكلها. وكمان حشوة العجوة تفضل طرية من جوه وما تنشفش خالص. التسوية المظبوطة هقول لكم كل حاجة في الفيديو ده، هتطلع معاكم قرص فلاحي حلوة جدا. فتعالوا بقى اقول لكم انا عملتها ازاي. بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. والاول مرة بيشوفني، انا رغدان. اول حاجة هبدأ فيها هي تحضير الخميرة. في كوباية هحط معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم معلقتين كبار من السكر، ربع كوباية مية كده فترة خالص مش سخنة، عشان كمان نتأكد الخميرة شغالة، عشان مش بعد ما نتعب ده كله تطلع الخميرة مش شغالة هتبقى مشكلة. في بولة بقى وطبق كبير حطيت كوباية كبيرة من اللبن الرايب، وعليهم بقى الخميرة. بصوا اتخمرت وعملت فوم كده كده، احنا متأكدين ان هي شغالة. دي نص كوباية سمنة بلدي، تقدروا تستخدموا سمنة عادية او نص زيت ونص سمنة. حطيتهم كلهم معاه ده كده، معلقة كبيرة سبتها على جنب. طبعا السمنة بدرجة حرارة المطبخ عادي. بعد كده حطيت 3 معالق كبار من اللبن الباودر، وربع معلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض. وبعدين بعد كده هبتدي احط الدقيق بقى كوباية كوباية. دي اول كوباية كده، وهقلب بالسباتشولا. يعني طالما قادرة اقلب بالسباتشولا هفضل اقلب لغاية ما العجينة بقى تبقى يعني جامدة شوية. هبتدي اعجن بايدي. وحطيت تاني كوباية، وبعدين هحط الكوباية بقى التالتة، وهحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبعدين هيبقى فاضل كده نص كوباية. انا حطيت التوتال كده 3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني تقريبا نص كيلو من الدقيق. خلاص بقى الاسباتيلا كده مش هتنفع، هبتدي اعجن بايدي. انا عجنت في حدود 7-8 دقايق، مش محتاجة يعني اكتر من كده. هعجن بقى كده 3 دقايق، وبعدين بقى هحط معلقة السمنة الكبيرة اللي احنا شايلينها على جنب زي ما قلت لكم كده. هنبتدي بقى نكمل عجن. عجنت بقى تاني كده 4-5 دقايق لغاية ما العجينة تنعم. هي كده خلاص عجنتها. هبتدي بقى ادهن كده الطبق زيت من تحت وكمان فوق الوش، وبعدين هغطيها كده بفوطة. وفي الجو الحر اللي احنا فيه ده يعني مش محتاجة اكتر من ساعة الا ربع ساعة بالكتير قوي، ممكن كمان نص ساعة. اول حشوه هنعملها هي العجوه. دي عجوه مفرومه جاهزه، حطيت عليها معلقه كبيره من السمنه وحطها بس في الميكرويف كده لمده 20 او 30 ثانيه. وبظهر المعلقه كده يعني هعجنهم مع بعض. حطيت كمان شويه قرفه عليهم بتدي طعم حلو قوي. وكده اول حشوه معانا جاهزه. هنعمل الحشوه التانية سكر بالقرفه. حطيت معلقتين سكر وعليهم قرفه بقى حسب ما تحبوا يعني. انا قلبت حسيت ان هي لا انا محتاجه تاني فحطيت قرفه. عايزين تحطوا معلقتين قدام معلقتين او معلقه قصاد معلقتين السكر براحتكم خالص. حطيت كمان عليها اقل من نص معلقه سمنه، وبرده في الميكرويف كده لمده يعني 10 ثواني. بص هقلبهم لغايه ما يبقوا كده عاملين زي الرمل المبلول كده. خلاص كانت العجينه اتخمرت، فات عليها تقريبا ساعه الا ربع. بصوا هشه وحلوه ازاي، شكلها يعني حلو جدا. وحتى التشكيل بيبقى سهل والعجينه كده متخمره كويس. هنفردها بقى كده. هفردها بس عشان اقطعها يعني على قد ما اقدر، على قد ما اقدر تبقى متساويين يعني، عشان انا ما استخدمتش ميزان ولا حاجه. الاول قطعتها على 10 قطع. بصوا قطعتها كده على 10. بس بعد كده بقى وانا بعمل القرص حسيت ان في وحدات كبيره فبقيت اشيل كده. يعني حاولت اخلي ايدي ميزان كده واظبط. اول كام واحده عملتهم بالعجوه. هحشي كده العجوه في النص زي ما انتوا شايفين، وبططها كده. وطبعا مش محتاجين ندهن الصواني سمنة ولا زيت خالص، لان هي فيها سمنة كفاية مش هتلزق خالص ما تخافوش. بصوا بفرد العجينة كده شوية وبحشيها بقى بالعجوة. طبعا عايزين تزودوا عايزين تقللوا بصوا. وبقفل عليها كده من تحت، وبقفل كويس عشان ما تفتحش. وبدورها كده بايدي تبقى دورية على قد ما اقدر.
وبحطها بقى كده في الصينية، وبعدين كده بططها بايدي عشان بعد كده بقى اسيبها عشان تخمر. اللي بالعجوة عملتها كده، عملت لها فتحتين كده بالسكينة، يعني كل حشوة عشان تبقى مميزة. دي فتحتها كده فتحتين اللي هي بالعجوة. تاني بقى حشوة اللي هي القرفة والسكر، برضو نفس النظام. هناخد طبعا انتوا تقدروا تصغروا الفطاير او تكبروها، يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق عملوا معايا 12 واحدة. طبعا كان حجمها وسط كويس عادي زي اللي بنشتريها كده. تاني واحدة اللي هي بالقرفة دي حشيتها بنفس الطريقة، وبس حطيتها بقى في السمسم. دايما اللي بنشتريها كده من بره اللي بالحشوة القرفة والسكر بتبقى عليها سمسم، فعملتها كده. واخر كده قطعة في العجينة عملتها قرص سادة. بصوا بلفها ازاي على من تحت كده، وبقلبها وببططها عادي بايدي. القرص السادة بتبقى حلوة، احنا بنقدر بعد ما تستوي نفرد عليها بقى اي حاجة احنا بنحبها. حطيت عليها حبة البركة زي ما قلت لكم كده، حبيت اميز كل حشوة بشكل. السادة حطيت عليها حبة البركة. بص ده بقى بصوا ده كده بعد ما اتخمرت، دي اللي بالقرفة ودي اللي بالعجوة. بصوا نفشت ازاي، سبتها نص ساعة او ساعة الا ربع تاني عشان تتخمر. ودي السادة كده خلاص بقى هبتدي ادخلهم عادي الفرن. قبل ما ادخل الصواني الفرن انا شغلت الفرن قبليها ب10 دقايق، وبعدين بقى احط الصواني على تاني رف من تحت على درجة حرارة 200 لغاية ما ياخد لون حلو من تحت، وبعدين ولعت الشواية لغاية برضو ما ياخد اللون الحلو ده من فوق. انا الفرن بتاعي كهرباء ومن غير مروحة. لو انتوا الفرن بتاعكم مثلا غاز او بمروحة وخد اللون حلو من تحت ومن فوق من غير ما تولع الشواية، خلاص هيطلع بقى معاكم حلو ومظبوط كده. بصوا دي اللي بالعجوة، بصوا طرية قد ايه، وهتفضل طرية معاكو لغاية اخر واحدة. كمان العجوة هتفضل طرية، هتفضل طرية مش هتنشف خالص، لان اولا هي ما خدتش وقت طويل في الفرن، فالعجوة هتفضل طرية مش هتنشف خالص. انا بس عايزاكم تجربوها مرة واحدة الطريقة وبالمقدار ده على طول هتعتمدوه، هتطلع معاكم القرص الطرية خطيرة. بصوا طرية ازاي جنب كوباية بقى شاي او شاي بلبن، مش قادرة اقول لكم حكاية. كمان تقدروا تحشوا اي حشوات انتوا بتحبوها، مش لازم زي ما انا عملت يعني بالقرفة والسكر والعجوة بس. تقدروا تعملوا اي حشوات انتوا بتحبوها، يعني ممكن اي نوع جبنة تنفع جدا، هتبقى مظبوطة معاكم جدا. العجينة حلوة وتقدر تتحشي اي حشوات. دي اللي كانت بالقرفة والسكر حلوة جدا، الحشوة دي بحبها جدا. في نهاية الفيديو أتمنى تجربوها، وبالهنا والشفا مقدما على اللي هيجربها. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وشير للفيديو. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.